قال رحمه الله: وقول المؤلف رحمه الله في هذا المبحث: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى آخره، لا يخلو من نظر، لأن آيات الصفات لا يطلق عليها اسم المتشابه بهذا المعنى من غير تفصيل، لأن معناها معلوم في اللغة العربية وليس متشابها، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بها ليست معلومة للخلق. وإذا فسرنا المتشابه بأنه هو ما استأثر الله بعلمه دون خلقه، كانت كيفية الاتصاف داخلة فيه لا نفس الصفة. وإيضاحه أن الاستواء إذا عدي بعلى معناه في لغة العرب الارتفاع والاعتدال، ولكن كيفية اتصافه جل وعلا بهذا المعنى المعروف عند العرب لا يعلمها إلا الله جل وعلا، كما أوضح هذا التفصيل إمام دار الهجرة مالك بن أنس تغمده الله برحمته بقوله: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فقوله رحمه الله الاستواء غير مجهول يوضح أن أصل صفة الاستواء ليست من المتشابه، وقوله والكيف غير معقول يبين أن كيفية الاتصاف تدخل في المتشابه بناء على تفسيره بما استأثر الله تعالى بعلمه كما تقدم. وهذا التفصيل لا بد منه خلافا لظاهر كلام المؤلف رحمه الله، وقد بسطنا الكلام بإيضاح هذه المسألة في كتابنا أضواء البيان في أول سورة آل عمران، والعلم عند الله تعالى. طيب، أولا قوله رحمه الله تعالى، أي قول المؤلف: والصحيح أن المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى إلى آخر ما ذكر. وقول الشنقيطي رحمه الله تعالى أن في هذا المبحث تفصيلا لا بد منه، وهو أن إطلاق المتشابه على صفات الله تبارك وتعالى أنها من المتشابه بهذا الإطلاق هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه يفهم منه أن معاني الصفات غير معلومة لنا، وهذا ليس بصحيح. فمعاني الصفات باعتبار ظاهرها وباعتبار ما دلت عليه لغة العرب معلومة، كما أثر ذلك عن مالك ابن أنس وعن غيره من السلف: الاستواء غير مجهول أي معلوم. فهي بهذا الاعتبار ليست من المتشابه. لماذا؟ لأنها معلومة. وباعتبار كيفيتها وحقيقتها وماهيتها هي ماذا؟ من المتشابه. لماذا؟ لأنه لا يعلم كيفية الصفات إلا من؟ إلا الله جل وعلا. هذا التفصيل الذي ذكره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى لا غبار عليه، وهو الذي عليه ماذا؟ السلف الصالح، وهو المشهور المأثور عن مالك بن أنس: الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم. بالنسبة لنا غير معقول، بالنسبة لنا الله جل وعلا يعلم ماذا؟ الله جل وعلا يعلم كيفية استوائه، كيفية صفاته جل وعلا، أما نحن فلا نعلم. فمتشابه الصفات متشابه باعتبار الكيفية، وليست متشابه باعتبار ماذا؟ المعنى الظاهر. هذا الذي عليه السلف. بقي هل يقال لأن ظاهر كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى التعميم، وأنه عمم في إدخاله المتشابه، في إدخال الصفات في متشابه القرآن، أم أنه وضح وفصل؟
الظاهر والله أعلى وأعلم أن ابن قدامة رحمه الله تعالى وضح وفصل، لأنه رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن المتشابه ما ورد في صفات الله تعالى مما يجب الإيمان به ويحرم التعرض لتأويله. التأويل ها هنا ما مراد ابن قدامة رحمه الله تعالى بالتأويل ها هنا؟ بالتأويل المذموم الذي ذم الله جل وعلا من؟ أصحاب الفتنة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذا الإمام ابن قدامة بعد أن ذكر ما ذكر من أدلة الصفات قال رحمه الله: فهذا اتفق السلف رحمهم الله. يعني بعد أن ذكر الرحمن على العرش استوى بل يداه مبسوطة ذكر جملة من الصفات أي من آيات الصفات، ثم قال ماذا؟ قال: فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به وإمراره على وجهه. فقوله على الإقرار يدل على ماذا؟ على إثبات تلك الصفات على المعنى الظاهر من تلك الصفات، وما اكتفى بذلك بل قال وإمراره على وجهه. ما معنى على وجهه؟ أي على ظاهره. واضح يا جماعة؟ وجه الشيء إيش؟ ما حصل به المواجهة، وهو إيش؟ أظهر ما يكون في الإنسان. فدل قوله رحمه الله تعالى اتفق السلف رحمهم الله تعالى الإقرار به وإمراره على وجهه على أنه أراد ماذا؟ إمراره على ظاهره الذي دل عليه ماذا؟ معناه الظاهر. ثم قال وترك على الإقرار به وإمراره على وجهه وترك تأويله، أي التأويل المذموم. التأويل المذموم، فهو أراد ماذا؟ ذم من بحث عن كيفية الصفات، والذي هو التأويل إيش؟ المذموم. فهو يقول من بحث عن كيفية الصفات فقد دخل في ماذا؟ في المتشابه. فآيات الصفات متشابهة بهذا الاعتبار. فكلام الشنقيطي هو نفس كلام ماذا؟ ابن قدامة رحمه الله تعالى. لذا حينما أتى عند قوله رحمه الله تعالى، يعني الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى حينما ذكر هذا أنها المتشابه وأنه لا يتعرض لمعنى، قال لا يتعرض لمعنى، قال الشراح كالطوفي كالطوفي وابن بدران وغيرهما، قال أي معناه بمعنى الذي هو بمعنى الكنه والحقيقة. واضح يا جماعة؟ بمعنى الكنه والحقيقة. فالمعنى أي المعنى الذي ذهب إليه من؟ أهل الكلام من جهمية ومن سار على سيرهم. وبحمد الله تبارك وتعالى لنا يعني مبحث موسع في الكلام على هذه المسألة في فتح رب العباد شرح ودراسة لمعة الاعتقاد. للمزيد يرجع إليه.